السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اذكر الله وصل على سيدنا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول لك أنا خشتك في الموضوع على طول عشان إيه؟ عارفك أنت يا زول مستعجل. الخطة الأمثل للفوز على الهلال السوداني هي كالتالي: أول حاجة حضور جماهيري يملى الاستاد، يعني 100,000 مشجع في استاد القاهرة يكونوا حاضرين، يعني الفل. المهم كم مساحة الاستاد، سعة الاستاد كلها تبقى كاملة فل يعني. تاني حاجة، أول حاجة يعني طبعا عودنا المستر كولر إنه هو يفتح الملعب. معلش أنا بسجل الفيديو وأنا مروح، خلصت دوام ومروح، فهتكون الإضاءة شوية مش قوي يعني. فطال عمرك الشغل اللي بيعمله كولر ديتي ما ينفعش ان هو بيفتح الملعب وطاير الفرقه كلها طايره زي ما لعب عليها ريال مدريد وفلامينجو حتى مع سان داونز. الخطه دي ما تنفعش في افريقيا، مع الفرق الافريقيه ما تنفعش، لانه سان داونز هي اول حاجه الهلال ده هيجي لك مقفل اول حاجه عشان ما يجيش فيه جوان، على امل انه يتعادل، يعني هو هيجي يلعب على التعادل مش هيلعب على الفوز. فانت تلعبه بنفس اللعب، انت هتلعب متحفظ نص ملعبك وتعتمد على السرعه بتاعت شريف وكهرباء في الهجمه المرتده، الى ان الشوط الاول احرزت هدف بنفس بالخطه دي خير وبركه، حافظ على الهدف بتاعك والعب بنفس اللعب، والشوط الثاني برضه نفس القصه، تجيب الهدف الثاني والثالث ان شاء الله. اما اذا مثلا عدى معك الشوط الاول ما فيش اهداف، نص الشوط الثاني تبدا بقى ايه؟ تلعب هجوم وفي نفس الوقت تأمن دفاع، يعني مش الفرقه كلها تطلع، لا، تخلي دفاعك مؤمن. حمدي فتحي يبقى باك ثالث ورا خط النص، يعني ورا السوليه ومروان عطيه، اللي يلعب مروان عطيه والسوليه وخلفهم مين؟ حمدي فتحي. وكهرباء يلعب من اول المباراه، يعني كهرباء بيرسيتاو مع اني ما كنتش مقتنع بيه، بس المباريات الاخرانيه كان تمام. بيرسيتاو يلعب بيرسيتاو. اقول لك انا التشكيل: محمد عبد المنعم، ياسر ابراهيم او رامي ربيعه الاجهز فيهم، يمين اسمه محمد هاني ما فيش غيره، يعني خالد عبد الفتاح فيه موجود ولكن ما اعرفش جاهزيته يعني. فعلى اليمين محمد هاني، شمال علي معلول، وعبد المنعم وياسر او رامي ربيعه الاجهز فيهم. طبعا مروان عطيه والسوليه، ويلعب بيرسيتاو وعبد القادر وكهرباء طبعا في الاول، وبعد كده ان شاء الله نفوز ويكون الفوز حليفنا ونسعد من خلال الهلال السوداني. ونشوفوا هذا ود موسى بتاع اللي فات ديتي، اشوفه بعد الماتش ان شاء الله واعمل له لايف واعمل له منشن مخصوص. عيل اسمه فضل ود موسى ولا حاجه ود موسى، هو كاتب ولد موسى يعني. فان شاء الله الفوز للاهلي، وكالعاده يعني كان من سنتين لو تفتكروا، من سنتين لما كنا برضه في مجموعه الهلال وكانت المباراه المعتمد كان لازم الاهلي يتعادل في السودان على الاقل او يفوز في السودان، ورحنا السودان وتعادلنا معاهم في وسط جماهير غفيري وشغب جماهيري، وتعادل الاهلي وصعدنا من خلال الهلال برضه. السلام عليكم.